اولا خلينا نبص بهدوء شديد جدا الى ما سيجري في 6 اشهر لو سمحت. اولا اللجنه لم يكن لديها اختيار بين وضع دستور جديد وبين تعديل، كان لها مهمه محدده حددها لها مقدما في تعديل 6 أو 7 مواد اضافوا اليها بدتين. فارجو الا يقول لنا السبب بكل الاحترام له انه كان لديهم الاختيار وانهم اختاروا. قلت المجلس الاعلى. هذا غير صحيح، ماليش دعوه بالمجلس الاعلى، انتوا لم يكن لديكم، فاذا انت لك مهمه محدده اديتها على افضل وجه ممكن. مش بقولها لك عشان تقعد قدام برمي لك ورد، انا مش من النوع ده. صحيح. انما هذا حقيقي، الكلام اللي قلناه جوه مفيش ماده فيهم الا معموله على انما في رايي ان هذا هتعالى نمسك بقى ال6 اشهر عشان تقولي امسك نقطه نقطه. هنبدا باستفتاء على الدستور. كويس؟ استفتاء على الدستور. وبعدين باستفتاء على التعديلات قصدك ولا على التعديلات؟ اسف، على التعديلات. انا اصلي كل مخي نفسي يتغير الدستور كله. سلام. هذا دستور القهر اللي عشنا فيه السنوات الماضيه كلها، ابقاؤه مؤلم للغايه، بس مش دي القضيه. دستور بشع، انا في رايي دستور بشع. رئيس الجمهوريه عنده من السلطات، ما نظروش في سلطات رئيس الجمهوريه، يملك من السلطات غير موجود في اي دستور اخر. النصوص دي لم تعدل لانها لم يوكل اليهم مهمه تعديلها. كان عندهم 7 مواد، ال6 اضافوا اليها 2 مشكورين. ما كانش لديهم اختيار بين طريقين خالص. النقطه الثانيه هي ايه؟ تعال نمسك ال6 اشهر، هنستفتي على الدستور ده في 6 اشهر. وبعدين ننتخب الاول ايه؟ مجلس الشورى. كما يقال مجلسي الشعب والشورى اولا ثم رئيس الجمهوريه. عاوزين مده قد ايه؟ وبعدين انتخاب رئيس الجمهوريه في 6 اشهر. قولي لي بذمتك، مجتمع بقاله 30 سنه عايش في قهر، انت بتغيري بنيه مش بتغيري هو اصل رجال القانون عندهم اوهام، انا رجل قانون انما عارف القانون قد ايه بيخلق اوهام. عمر المجتمعات ما بتتغير بنصوص قانونيه. صحيح. المجتمعات بتتغير بتغير البنيه بتاعه القوى الموجوده في المجتمع. انا عاوز انشئ نقابات عماليه حره، افتح الباب للنقابات المستقله، مش هيتم في 6 اشهر دول، لان النقابات دي هي اللي هتاثر على الحياه السياسيه. ممكن تخلق حزب عمالي جديد لما تبقى نقابات حره، غير النقابات بتاعت الراجل اللي وقف للرئيس يقول له انت ظالم يا رئيس مبارك، فقال له ايه انا ظالم؟ قال له ظالم انت ما جبتش جمال ده نائب رئيس. شوف الحلاوه شوف الحلاوه بتاعت النقابات العماليه بتاعتنا. ده رئيس اتحاد عام عمال مصر بيقول له انت ظالم يا بس عشان ما جبتش جمال. هذا الجو اللي بقالنا فيه 30 سنه هنغيره في 6 اشهر ب3 انتخابات. ده حاجه قاتله. مجتمع هيعمل 4 انتخابات في 6 اشهر وبعدين في ال6 اشهر اللي بعديه عشان يعمل لجنه دستور، تضع دستور ونستفتى على الدستور. هذا كلام مضحك. نعم. اسمعي اخلص ارجوكي. اذا انت بتغيري بنيه دوله ما فيهاش شرطه. الشرطه بنيت على القهر. عاوزين نبدا. الشهره ضروريه للمجتمع. فيها نقابات، ولازم نحتضنها ونعيد بناء. انا من انصار احتضان الشرطه. الحكم الدستوري. الشرطه دي مساله اساسيه للمجتمع المصري. ظلموا وظلموا، انما ظلموا اولا انهم اعطيت لهم سلطات بدون رقابه، فتحولوا من سلطه لامن المواطن الى السلطه التي تفتح ابواب السجون لقتل المواطنين. كيف حدث هذا في هذا؟ عاوزين بعد كل هذا الانهيار في 6 اشهر نفتح ابواب الجنه للمصر الجديده. ده كلام مضحك بنضحك فيه على الشعب المصري. انا بقول كده وبناشد الشعب المصري ان يرفض هذه التعديلات كلها، لانها معناها ان في ال6 اشهر ده دي مسخره اللي هتتعمل، ان احنا نعمل 3 انتخابات ونقول هنبني مصر الجديده. هذا غير